مغربية تتزوج ملك جمال إسبانيا، هل حب حقيقي أم مصلحة؟ صدمة غير متوقعة اجتاحت منصات التواصل بعد انتشار خبر زواج الشابة المغربية سلمى الإدريسي من أليخاندرو رودريغيز ملك جمال إسبانيا. قصة بدت للبعض وكأنها فصل من فيلم رومانسي، بينما اعتبرها آخرون خطوة مدروسة خلفها حسابات خفية. علاقة بدأت بعيدا عن الأضواء ثم تحولت فجأة إلى حديث الجميع وأشعلت موجة واسعة من الجدل. قصة سلمى وأليخاندرو قسمت المتابعين إلى فريقين، فريق يرى أن المشاعر لا تعترف بالجنسيات ولا بالألقاب، وأن ما جمعهما كان انسجاما حقيقيا انتهى بزواج طبيعي. في المقابل يرى آخرون أن الشهرة والجمال والاهتمام الإعلامي لعبت دورا أكبر من القلب، وأن هذا الزواج قد يكون وسيلة لتعزيز الحضور وتحقيق مكاسب شخصية. وبين هذا وذاك يبقى السؤال حاضرا بقوة: هل انتصر الحب فعلا في قصة سلمى وأليخاندرو، أم أن المصالح كانت أقوى مما يظهر للعلن؟ شاركنا رأيك في التعليقات، هل تقف مع الحب أم ترى أنها مصلحة؟